احكي لك قصه 2 اخوات اشتروا في الساحل، واحد بيشوف الميه ويشرب عصير اناناس في اناناسه ولا كانه محمد صلاح في المالديفز، والتاني ولا شاف ميه ولا شاف اناناسه ولا شاف بوابات الساحل. واحد اشترى هنا وواحد اشترى هنا. دي خريطه الساحل الشمالي. السنه دي في اكتر من 200 مشروع جديد، ده معناه اختيارات كتير جدا، صح؟ لا غلط. قرار رئاسه الوزراء بسحب الاراضي من المطورين اللي مش بيخلصوا في مواعيدهم هيتسبب ان في اراضي كتير قوي من دي ترجع للدوله. طب والاتنين الاخوات؟ واحد فيهم لبس وصاحب المشروع هرب. على فكره ياخد فلوسه تاني، بس كان زمانها كسبانه في حته تانية احسن من كده. طيب ليه ده بيحصل؟ الناس اللي بتشتغل في العقارات كذا نوع. في المطور الكبير اللي معاه فلوس كتير بيبني بيها ويشغلها، وفي ناس بتيجي تقول ايه ده، ما احنا ناخد ارض ونبيع، ولما نبيع نبقى نبني بالفلوس اللي بعنا بيها وسلم بقى في 2036 مش مشكله. وانت حقيقي مش محتاج تتعامل مع النوع التاني ده خالص. فلو عاوز تشتري في الساحل او في اي حته، ركز على شركه تكون كبيره ليها سابقه عمل ناجحه وشغاله. ولو مش قادر تشتري ريدي تو موف، فيبقى ما عندكش رفاهيه انك تشتري من شركه ما تعرفهاش كويس، وده علشان تحافظ على فلوسك وعشان تصيف وتشوف الميه وتلعب طايره، تشرب عصير في اناناسه، تقابل محمد صلاح، تسجل بياناتك، يكلمك مستشار عقاري يقول لك الشركات الكويسه، تشتري في الساحل 3,750,000. سجل دلوقتي يلا.